أنا ذاكرت 10 ساعات النهاردة. خلاص أنا قفلت المادة. الجملة دي يا كريم هي أكبر فخ ممكن تقع فيه. للأسف أنت ضيعت يومك كله في مجهود بدني بس عقلك كان في أجازة. المذاكرة الكتير مش معناها درجات كتير، والواقع بيقول إن الأوائل بيذاكروا أقل منك بكتير بس بذكاء أعلى بمراحل. المذاكرة مش خناقة مع الكتب، المذاكرة هي لعبة ليها قوانين سرية. والنهاردة أنا جاي أقولك القوانين دي عشان تفاكر نص الوقت وتجيب ضعف النتيجة. جاهز مغير اللعبة؟ المحور الأول، قانون باريتو أو فكرة ال80-20. القانون ده بيقول إن 80% من النتائج بتيجي من 20% بس من المجهود. وفي المذاكرة ده معناه إن 80% من أسئلة الامتحان بتيجي من 20% بس من المنهج. ما تكونش دحيح بيحفظ الجلدة للجلدة ويتعب نفسه في تفاصيل عمرها ما جت في امتحان. قبل ما تفتح أول صفحة روح هات امتحانات آخر 5 سنين وشوف إيه الدروس اللي لازم تكون موجودة كل سنة. ركز 100% من طاقتك في ال20% دول الأول وخليهم في جيبك، والباقي خليه تحصيل حاصل. الأوائل مش بيحفظوا المنهج، الأوائل بيعرفوا الامتحان جاي فين. تاني سر وأكبر غلطة بتدمر مستواك هي إعادة القراءة. لو قريت الصفحة 100 مرة عينك هي اللي بتحفظ شكل الكلام، مش عقلك اللي بيفهم المعلومة. ده اسمه وهم المعرفة. الحل؟ استخدم تقنية الأكتيف ريكول. اقرأ الفقرة مرة واحدة بتركيز وبعدين اقفل الكتاب تماما وحاول تشرح اللي فهمته لنفسك بصوت عالي أو اكتبه في ورقة بيضة من ذاكرتك. المجهود المؤلم اللي عقلك بيبذله وهو بيحاول يفتكر المعلومة هو ده بالظبط اللي بيخلي المعلومة تلزق في الذاكرة طويلة المدى وما تخرجش منها أبدا حتى لو دخلت الامتحان وانت متوتر. تالت سر، تقنية فاينمان. بسطها تعيش. السر الثالث هو تقنية فاينمان. العالم ريتشارد فاينمان كان بيقول لو مش عارف تشرح المعلومة لطفل عنده 6 سنين يبقى أنت لسه مش فاهمها. أكبر عدو ليك هو المصطلحات المكلكعة والكلام اللي مش مفهوم. شيل المصطلحات دي خالص وحاول تحول الدرس لقصة بسيطة أو استخدم أمثلة من حياتك اليومية. حول قوانين الفيزياء لمواقف بتحصل لك في الشارع، والمحاسبة لفلوس داخلة وخارجة من جيبك. عقلك بيعشق القصص والصور البسيطة وبيكره الدش والكلام النظري الممل. لو عرفت تبسط المعلومة يبقى مبروك، انت ملكتها للأبد. وعشان المذاكرة الأقل دي تنجح لازم التركيز يكون في أقوى حالاته. انسى حاجة اسمها مذاكرة 5 ساعات متواصلة، عقلك بيفصل بعد أول 40 دقيقة. اشتغل بنظام البومودورو المطور، 50 دقيقة مذاكرة حقيقية بدون موبايل تماما و10 دقايق راحة حقيقية بعيد عن الشاشات. ال4 ساعات اللي هتذاكرهم بالتركيز ده مفعولهم أقوى من 12 ساعة وانت جنبك الموبايل والإشعارات شغالة. في النهاية يا صديقي النجاح مش للي بيتعب أكتر، النجاح للي بيفكر أذكى. جرب تطبق ال3 قوانين دول من النهاردة وأوعدك إنك هتحس بفرق مرعب في استيعابك وفي وقتك الفاضي اللي هيرجع لك تاني. دلوقتي قولي في الكومنتات إيه أكتر مادة بتحس إن كلامها مكلكع ومحتاج نبسطها في الفيديوهات الجاية. أشوفكم الفيديو الجاي وتذاكروا بذكاء.